صباح الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب في كل مكان. شكرا على كلامكم الجميل والكل سأل عليا. ربنا يخليكم ليا يا رب. النهارده هنعمل عندي عزومه، ناس حبايبي قوي. فانا النهارده هنعمل لهم الاكل الحلو بقى بتاع رمان، عايزين يدوقوا لان هم مش من هنا. فتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض بطرق بسيطه يعني انا جبت كيلو مفروم، فنوعت بقى بالكيلو المفروم هنعمل كام صنف. تعالوا نشوف الاول نعمل ايه. قبل ما ابدا يا ريت اشتراك في القناه ولايك للفيديو عشان ينتشر، ويلا نعرف هنعمل. هنحط طاسه فيها حبه سمنه، ويا رب بصوا بس خلينا اقلل السمنه، احاول اقلل السمنه، لو كترتها يا مرفي قولي لي كترت يا ماما. هنحط السمنه اول ما السمنه تتقدح قوي. هبدا بقى باقل من نص كيلو لحمه، لازم كده ندي صدمه للحمه علشان ما تنزلش ميتها. تمام، علشان زفرت اللحمه دي شيء ضروري جدا. اول ما تنزلي باللحمه ينزل حبه فلفل اسمر الاول. تمام، ونبدا نقلب كده بالراحه. بصوا انا حاسه ان انا برضو في حبه سمنه، لازم احط حبه سمنه تاني كده، يعني كده حلو قوي. تمام، هقطعها كده مكعبات. اللحمه البصل لازم يكون مكعبات كده. هنزل بالبصل المكعبات. استني لا هنزل بقى حبايب قلبي بالفلفل الالوان المكعبات الخطير ده، بيدي طعم جميل جدا في الاكل. هو غالي ايوه، بس احنا لازم نظبط الاكل شويه النهارده. هنزل بطماطمتين مبشور، 3 طماطمات مبشورين مش مضروبين في الخلاط. انا مش عايزه ميه، مبشورين يتشوحوا كده. في اثناء ما بيتشوحوا يدي لون يعني هعمل بقى هحط البهارات. طبعا احنا حطينا فلفل اسمر بتوابل 7 بهارات، توابل مشكله كده بجيبها من عند خالة ام منى، مشطشطه شويه، بتدي. انا بصراحه بستعملها في المحشي وكل انواع الاكل. تمام، طبعا ال7 بهارات اللي عملناها قبل كده فيها حبه البركه والهيل اللي هو الحبهان واللون وكل حاجه. لو ما عندكيش 7 بهارات او توابل لحمه، هتجيبي الحبهان نفسه وتفتحيه وتاخدي البذر اللي جواه. تمام، الطماطم بدات تتسبك كده شويه، تتشوح فيها دقيقتين وهنقفل. حبتين مرقه خضروات، على فكره الخضروات دي انا بعملها على ايدي قريب قوي، هنزل لكم الفيديو بتاعها. دايما انا بعملها على ايدي، لما بتنقص بقلل قوي، ولما بجيب المرقه بجيب مرقه الخضروات مش اللحمه خالص. اول ما تدوب المرقه كده علشان بتتحرق هنفي على طول. هنا معايا لبن بيغلي، يكون كامل الدسم، يكون قشطته كتيره قوي كده. انا على اللحمه هنا معايا ورق عنب انا لفاه من امبارح باللحمه، هرويه بشويه شوربه كده. واثناء ما انا بسوي ورق العنب هقول لكم بحط حاجه كده حلوه، هتبقى تدي الطعم جميل قوي. هزها كده بس عشان كنت لفاه من امبارح. الورق اللي لونها مغمق دي الهوا، لان انا لما بحط المحشي في التلاجة ما بحطلوش غطا، يعني ما بغطهوش. ميه بتغلي، شويه زيت، معلقه ملح كده حلوه. واول ما يغلوا قوي هننزل بالمكرونه. واول ما الميه تغلي قوي علشان هتفرق معانا في المكرونه، هننزل بكيلو الا حاجه بسيطه، يعني كيس ونص من المكرونه. وورق العنب بيغلي كده بنزل بمعلقه كبيره سمنه بلدي، بيبقى الطعم بقى مش قادره اوصف جماله. اثناء المكرونه ما بتتسلق طبعا بقى احركها عادي. هاخد حوالي عن مج كده ميه من المكرونه. تمام اهو، دول كفايه قوي. هضيفهم على اللبن، ده كيلو من اللبن، ضفت عليه حوالي عن مج مليان من الميه المكرونه. تعالوا نعمل بقى البشاميل. شغال يا مرفي النور. هنزل بكميه سمنه على قد السمنه قد استنى، على قد السمنه على قد الدقيق اللي هنعمله. تمام، انا هحط معلقتين كبار سمنه. طبعا تبقي عارفه المقدار اللي انت هتحطيه بتاع قد ايه عشان تعرفي تقومي كيلو يعني صينيه كبيره مكرونه مش بتاخد الكيلو كله. تمام،
وكيلو لبن، مقاديرنا كيلو لبن، واخدت معاهم مج كبير من الميه، وهحط عليه التوابل. هنا التوابل اللي انا هحطها اللي هو واحده بس مرقه خضروات وذره ملح. احط شويه فلفل اسمر ومرقه خضروات وهحركهم جامد على اللبن. هدوبهم كده على جامد كده سخنين عشان المرقه تدوب بسرعه. تمام. يبقى انا حطيت الكيلو لبن عليه مج كبير من ميه المكرونه. ليه يا ماما؟ ليه؟ ميه المكرونه بتديها يعني قوام كده حلو وطعم اجمل. المكرونه كده استوت بقى لونها كده، بصوا لما يبيض لونها هحطها تحت الحنفيه بس واشطف. معلقتين هرم دقيق، بس السمنه تكون مقدوحه كده نفس المعلقه، وتحركي كده على طول. سيبوا الدقيق لما يتشوح شويه، ما تخلوهوش كده ابيض عشان يديك الطعم الجميل. والتوابل بتاعتنا حطيناها في اللبن اللي هي مرقه خضروات وسنه فلفل اسمر بس. تمام. شايفين اللون؟ لا هيتحرق ولا هو ابيض قوي، يا دوبك بدا يصفر معانا. هنزل عليه بالكميه دي. بسم الله. اللبن كله صح؟ اللبن بالشوربه وكله بميه المكرونه. اول ما بنزل كده اللبن في ثواني بيمسك معايا ويربط معايا ميه المكرونه جميله جدا. هكون مجهزه بيضتين وعليهم فلفل اسمر بس عشان الزفاره، لازم ادوبهم مع بعض عشان زفاره البيض. اول ما هحط البيض هقفل كده. انا قفلت. تمام. اول ما هحط البيض كده خلاص انا قفلت. معايا بيضه وعليها فلفل اسمر بس ذره بسيطه، واحط عليهم معلقتين اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ الكريم البشاميل. هدوبهم دي اللي هندهن بيه الوش. بيدي البيضه مع معلقه البشاميل بتدي قوام حلو قوي. بدل ما بتحطي البيضه لوحديها على خلي الوش يتحمر، بتخلي البيضه لو البيضه لوحديها على الوش بتتزحلق من كل ناحيه. تمام. نفس المكرونه انا حطيتها في نفس الحله علشان هضيف نص الكميه البشاميل او 3/4 البشاميل على المكرونه. 3/4 البشاميل على المكرونه. شايفين قوام المكرونه متبله وريحتها تجيب من اخر الشارع. بصراحه يعني انا اشهد لك على كده يا ماما. بصراحه هقلب المكرونه في البشاميل لما تتشبع كده، اسيبها بس 5 دقايق تتشبع من المكرونه وتمسك في بعضها شويه اهو. او ما سبتهاش عادي براحتك، بس انا بقى بخليها حبه بس تمسك في بعضها. البايركس او الصينيه او اي حاجه ندهنه زيت كده، نقطه بس كده من زيت يكون نضيف كده. ما تحطيش، ما نبوظش الدنيا بقى ونحط حاجات حلوه وسمنه بلدي ودنيا وندهن زيت التومين، لا. تمام. هجيب بقى كميه المكرونه نصها بس. في الاول هعمل ايه؟ هتعملي ايه؟ هحط معلقه كده بشاميل كده في الصينيه من تحت كده، معلقه صغيره كده، وهوزعها على الصينيه كلها. هنزل بنص كميه المكرونه. يا رب بارك، يا رب بارك يا رب. يعني انا جبت كيلو لحمه عملته 3 اصناف، تلت في المكرونه وقطرنا الكميه ضعفنا الكميه بالفلفل الالوان، وتلت في عملته محشي ورق عنب، والتلت التاني هنشوف عملنا بيه ايه. هنزل بالمكرونه. شايفين بركه ربنا كتير ازاي؟ دي اللحمه مش المكرونه. التلت بركه ربنا في اللحمه، تلت الكيلو يعني له اكتر من الربع واقل من النص. والبايركس كبير علشان ايه؟ بصوا الجمال، يعني الحاجه قدامكم بتتكلم لوحديها. شايفين؟ على فكره المكرونه لو عملتيها في ألمونيا حلوه جدا، انا بس علشان عندي البايركس، لكن لو ما عندكيش البايركس مش هتفرق في اي حاجه، مش هيفرق في اي طعم. هحط باقي الكميه. الجبنه الموزاريلا ما بحسش فيها اي فايده يعني في المكرونه. محبين الجبنه الموزاريلا بقى براحتكم، انا بكتفي بكده لاني انا مطعماها في كل حاجه بصراحه. زي ما انتم شايفين اهو، السمنه بلدي والفلفل الالوان بيدي طعم رائع وكل حاجه. انا بس طريقتي في المكرونه في حته ان انا بحط الكريمه البشاميل في البيضه دي، لو جربتوها هتدعوا لي بجد.
بتخلي اللون رائع جدا جدا جدا. هنزل بقى بكميه البشاميل كلها. انا بحب اعمل البشاميل اللي في ألمونيا بحيث ان انا بدوب بالمضرب كتير جدا علشان ما فيش حاجه تبقى مكلكعه كده. البشاميل طول ما هي كتيره وخفيفه كده مش مجمده عامله زي الحاجه التخينه قوي كده ما بحبهاش. تحس بقى وانت بتاكلي بشاميل بتاكلي صوص بقى ليه معنى. التوابل في الصوص والتوابل في واحنا مش بنعمل توابل غريبه يعني 7 بهارات اللي احنا عاملينها على ايدينا والفلفل الاسمر اللي مفيش في جماله وحلاوته. تمام. تعالوا بقى شوفوا انا هوزع ده بالفرشه. بصوا بسم الله بوزعهم بالفرشه ازاي بحيث ان الكل يبقى في الوش كله اهو. شايفين المنظر؟ هتشوفوا بقى جمال المكرونه وهي طالعه لان البيضه اندمجت مع البشاميل اهو بالفرشه. المنظر كده جميل ولذيذ ومفيش حاجه اتزحلقت، كله بقى نزل في الفراغات والدنيا ايه زي الفل. نحاول ننضف الحاجات دي بمنديل ورق علشان لما تطلع تبقى شكلها حلو ما تبقاش حتت متحرقه. تمام يا حبايبي. عايزه بقى مكرونه جبنه موزاريلا على الوش لو عندك متاح تمام، ما عندكيش خلاص الدنيا زي الفل كده. والتلت التاني مريم عملته كفته. شايفين الجمال؟ يعني قلنا ايه المعزومين مش بيحبوا الفراخ خالص فقلنا اللحمه نعمل بيها 3 اصناف احلى من بعض علشان ادوقهم كل اللي بعمله من ايديا. ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب للكفته. بس بعد ما سبتها بس بردت حوالي 10 دقايق علشان احاول اطلع الحته سليمه ما فيش حاجه تقع تبقى ماسكه نفسها كده. نطلع بس القطعه بس نشوفها كده ايه كلها على بعضها ازاي. شايفين اللون جميل والريحه بقى مش قادره اوصف لكم الريحه بجد. بسم الله. بس نطلع حته كده ماسكه نفسها كده. الله يا جمالك يا رمانه، يا جمالك يا رمانه. السكينه يعني الجمال ايه ده؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم بقى؟ نحط معاهم كام حبه ورق عنب كده ونحط صابعين كفته جمال. عمايل مريم بقى الخطيره. عمايل مريم ما احنا هنحط ايه واحده تاني يعني اهو. تقديم بقى مع طبق سلطه. ايه رايكم بقى؟ والسلطه هم اهم حاجه عندهم السلطه الجميله دي. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ استني كده. طبعا طبق جميل يعني عزومه نواشف كده وحاجات كده جميله وسهله. كيلو لحمه مفرومه عملنا منه 3 اصناف جمال. ان شاء الله تكون الحاجه عجبتكم والاصناف عجبتكم. عملناها بطريقه بسيطه وسهله. اعملوا بقى لايك للفيديو لو عجبكم يا ريت اتمنى واشتركوا في القناه وانتظروني ان شاء الله في وصفه جديده جميله. جايه في الاخر دي ايه؟ انت اللي عملت السلطه؟ لا أنا. مريم اللي عملت السلطه. تمام ما عملتش حاجه. باي باي حبايبي.